اهلا بيك في فيديو النهارده، والفيديو اللي هنتكلم فيه عن traditional sales model versus the new sales model. نظام البيع التقليدي ونظام البيع الحديث. هنتكلم عن كل الفروق ما بين النظامين، ايه الفرق بين النظام التقليدي والناس كلها بتبيع ازاي دلوقتي، وايه اللي المفروض نتجنبه، وايه النظام الجديد الحديث اللي المفروض كلنا نبيع بيه دلوقتي عشان ما نبقاش بنخسر عملاء، وعشان نحقق مبيعات ما حصلتش، وعشان برضه نقدر ننتصر على المنافسين اللي كده كده لسه بيبيعوا بنظام البيع القديم ومش عارفين يزودوا مبيعاتهم. لما تعرف الفرق بين نظام البيع الحديث ونظام البيع التقليدي هتقدر تتجنب كل الافعال اللي بتخسر منافسينك او بتخسر الناس دلوقتي ثلاث ارباع مبيعاتهم. وده لانه هو مش عارف الفرق بين النظام القديم والحديث، وبيتبع كل الكلام اللي بيشوفه على النت. وللاسف ما فيش حد بيشرح مبيعات كويس على النت، كلها انظمه قديمه وكلها حاجات انقرضت ومش هتنفع تشتغل في وقتنا الحالي. هنتكلم النهارده عن ازاي البيع اتغير تغيير جذري وتأثير ده على مبيعاتك. How selling has dramatically shifted and how does it affect your sales. تاني حاجة هنتكلم عنها هي سيكولوجية البيع بالنظام البيع الحديث. The psychology of the new model of selling. وآخر حاجة هنتكلم عنها ايه الفرق بين البيع التقليدي والبيع الحديث. The difference between the traditional selling and the new model of selling. طبعا انا عارف انك ممكن تقول لي يا عبد الله ايه الكلام اللي بتتكلم فيه ده؟ فين السكريبت بتاع البيع؟ فين استراتيجيات البيع المهمه بقى والحاجات اللي هنقولها واللي هنستخدمها في المكالمات؟ هقول لك انا عمري ما هديك الحاجات دي في الاول، لاني سهل جدا اديها لك واقول لك تعمل ايه. بس انت لما تيجي تاخد السكريبت وتحفظه وتيجي تتكلم مع عميلك هتبقى حرفيا عامل زي الروبوت. فانت لو ما فهمتش السيكولوجيه اللي السيستم ده بيشتغل بيها من الاول، وليه في ناس ممكن تمشي حرفيا بنفس السكريبت اللي انا هديهولك ده وبيع نفس الاوفر اللي انت هتبيعه بثلاث اضعاف السعر وانت لا. والفرق الوحيد بينك وبين الناس دي انه ممكن بس يكون عارف السيكولوجيه نفسها بتاعه البيع، ممكن بس يكون عارف اسلوب التواصل، ممكن بس يكون عارف المايند سيت بتاعه نظام البيع الحديث او السيلز كود سيستم. ده الفرق الوحيد ما بينك وبينه. فالنهارده ان شاء الله هنوضح السيكولوجيه دي وايه الفرق اللي حصل في المبيعات تحسسك ان الناس دلوقتي ما بقتش تشتري بغزاره زي الاول، مع ان العكس صحيح. اولا هنتكلم عن how selling has dramatically changed. زي ما بقول لك ازاي البيع اتغير تغيير جذري، وايه تاثير التغيير ده على مبيعاتك، والفرق بين البيع زمان والبيع دلوقتي. خليني اسالك سؤال: هل العميل دلوقتي بيشتري، بيفكر، بياخد اكشن بنفس سلوكيات الشراء بتاعه العملاء من 10 20 او 30 سنه فاتوا؟ لما اسال اي صاحب بزنس او اي حد بيبيع عامه، كله بيقول لي لا، البيع اتغير، البيع ما بقاش زي الاول. طب ليه؟ لازم نسال نفسنا ليه البيع اتغير؟ ايه السبب؟ والسبب بسيط جدا. من 30 سنه فاتوا كان ايه الكوبري اللي بيوصل العميل بالشركه؟ كان البياع زمان هو الكوبري ده، كان هو اللي بيوصل العميل من المكان اللي هو فيه للمكان اللي هو عايزه. زمان كانت الشركات بتبعت البائع بتاعها يروح يفهم الناس خدمات الشركه والاوفرز اللي الشركه دي بتقدمها. كان زمان البائع هو من احد الطرق الرئيسيه اللي هتعلم الناس عن المنتج او الاوفر اللي بيتباع، بالاضافه للاعلانات بتاعه التلفزيون والجورنال والراديو وهكذا. كان البائع هو اللي دايما بيمثل الشركه، وهو اللي بيروح يوضح، يعني هو بيروح بنفسه للعميل، هو اللي بيروح بنفسه للعميل يوضح للعملاء دي الخدمات اللي الشركه دي بتقدمها والمنتجات اللي الشركه دي بتبيعها. بس طبعا مع التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي بنسبه كبيره عميلك بقى سهل قوي يجيب تاريخك كله من على النت، سهل قوي يعرف انت بتبيع ايه وبقالك قد ايه في البيزنس، ومنافسينك بيبيعوا ايه وبقالهم قد ايه في البيزنس. دلوقتي من كتر الاختيارات المتاحه قدام عميلك هو بقى تقريبا من المستحيل ان المبيع تتم باني اضغط عليه كلاميا زي ما بقيت الناس اللي بتحاول تبيع بتعمل دلوقتي، عشان هم عارفين انهم عندهم اختيارات اخرى كتير وباسعار مختلفه لنفس الحاجه اللي انت بتبيعها دلوقتي. ده بالنسبه للعميل. عشان كده كنا بنشتغل الفتره اللي فاتت دي كلها عشان نعمل اوفر مختلف، اوفر قوي من قوته يسهل لك المبيعه بتاعتك على العميل بتاعك. تمام. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. خلينا اديك مثال. دلوقتي انت عايز تجيب عربيه وليكن تويوتا كرولا مثلا. خلاص. دلوقتي تقدر تجيب كل معلوماتها من على النت من غير ما تحتاج تروح لفرع تويوتا وتسال وتعمل وكل الحاجات دي. انت كمان تقدر من النت تعرف اسعار العربيات اللي موجوده في اقرب فروع ليك وايه الفئات اللي موجوده في الفروع دي. ده غير انه يقدر ان العميل بتاعك يقدر يعرف اراء العملاء في فرع معين
تقدر توصل للناس اللي اشترت من الفروع دي، تقدر تسأل عن تجربتهم ومن غير ما يحاول انه يطلع من بيتهم اصلا. ففي كل الحالات العميل محمي بنسبة كبيرة قوي من اي حد ممكن ينصب عليه. فدلوقتي انت مش سهل تبيع للعميل ده، ومش سهل تخدعه، وده لان العميل بقى خلاص بقى ليه اكسس كبير جدا على المعلومات عن حاجات قريبه من الحاجات اللي انت بتقدمها. وزي ما بقول لك ده السبب اللي خلانا نشتغل كل الفتره اللي فاتت دي عشان نعمل اوفرز مختلفه، عشان نعرف نبيعها للعملاء بتاعتنا بطريقه اسهل. تمام. في تيست جروب ستادي حصل في انا قريته في كتاب اسمه تو سيل از هيومن لواحد اسمه دانيال بينك. الدراسه دي جمعوا جروب من الناس وسالوهم السؤال ده: لما تفكر في البيع او المبيعات ايه اول كلمه بتطلع في دماغك؟ خلينا نعمل ده عملي دلوقتي. لما تفكر في البيع او المبيعات ايه اول كلمه بتطلع في دماغك؟ تعال نشوف النتيجه بتاعت الجروب ده كانت عامله ازاي. اول حاجه بوشي، ضاغط، سليزي، قذر او غير لائق، dishonest، كاذب، يك، لزج، هارد، صعب، tough، انسان كده رخم شاق، يعني بيهلكك كده ذهنيا، challenging، متحدي، بيحطك في مود التحدي وانت معاه في المكالمه، ick، necessary. تمام. لو انت شايف من كل الكلمات دي كل كلمه ليها احساس وايموشن معين، وزي ما انت شايف كل كلمه من دي ليها احساس بواقع سلبي جدا على دماغ العميل من ناحيه البيع ومن ناحيه المبيعات، وللاسف كمان من ناحيه بعض اصحاب البيزنس. يعني بعض اصحاب البيزنس او بعض الناس اللي بتبيع خدماتها بنفسها يعني بيجي لها نفس الاحساس ده نوعا ما وهي بتبيع. وبرضه الاحاسيس دي بتيجي للناس اللي بتخاف تبيع او مش بتعرف تتعامل مع نوعيات مختلفه من العملاء. يعتبر مفيش ولا كلمه من دول ايجابيه غير واحده، كلمه ضروري. طب ليه؟ ليه الناس واخده الفكره دي عن المبيعات او البيع عامه؟ ده كله بيرجع لاسلوب البائع اللي بيبيع بيه، او اللي حاسس انه المفروض يبيع بيه، او الاسلوب اللي حاسس انه المفروض يتواصل بيه مع العميل بتاعه. وبيرجع برضو للاسلوب اللي الناس كلها بتدرس بيه المبيعات، نفس الاسلوب اللي الناس بيدرس المبيعات من 30 سنه ولسه الى الان بيدرسوها بنفس الاسلوب. فدلوقتي انت شايف بنفسك قد ايه الاساليب دي تم استخدامها على مدار السنين اللي فاتت، وقد ايه تاثيرها عامل ازاي على العميل بتاعك للافضل او للاسوأ. العملاء دلوقتي شايفين ان البائع ده بقى عامل زي الراجل اللي واقف في محل بتاع بتدور على حاجه معينه يا فندم. دلوقتي كل الناس عندها الاحساس ده. انت يعني البائع او انت عامه، لو احنا هنقول ان انت البائع، انت اللي هتبيع لنفسك الخدمه، انت عندك اجنده معينه عايز تطلع بيها من الكلام معاه، وهو انك تحول العميل اللي بتكلمه لفلوس. تمام. او ان انت مش مهتم بحاجه غير انك تعمل فلوس وخلاص، او انك بتوعد وعود انت مش قدها ومش تقدر تحققها لهم. ده اللي العميل بتاعك او العميل دلوقتي شايفه. العميل مش شايف حاجه غير كده. العميل مش شايف البائع غير انه الراجل بتاع بتدور على حاجه معينه يا فندم، او مش شايف غير ان البائع ده او الشخص صاحب البيزنس ده ما عندوش اي اجنده تانية في حياته غير انه يحوله لفلوس او يطلع منه فلوس على قد ما يقدر. تمام. طب السؤال بقى دلوقتي هل البائع لسه بيبيع بنفس الاسلوب من 10 او 20 سنه؟ يعني بما ان طريقه العميل في الشراء وسلوكياته اختلفت في ال 20 سنه اللي فاتوا، فهل البائع غير حاجه في اسلوبه او غير حاجه في الاسلوب اللي بيتواصل بيه مع عميله، ولا هو نفسه؟ للاسف الشديد ما فيش اي حاجه اتغيرت من ناحيه طريقه البيع، هي نفسها. الحاجه الوحيده اللي اتغيرت هي سلوكيات الشراء عند العميل. ما فيش حاجه اسمها اصل احنا في مصر مختلفين او مش عارف ايه، او ان العميل المصري مختلف او صعب، وان في مصر العميل المصري اسوأ عميل. لاني اختلف تماما 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 مع الكلام ده. لان العميل المصري فعليا ومن خبره هو اسهل عميل اشترى مني حاجه قبل كده. هو بس محتاج يتاكد ان الحاجه دي فعلا هي اللي هتوديه المكان اللي هو عايزه. لو فعلا اتاكد وفهم ان ده كويس هيشتري وهو مغمض. والفكره برضو ان العملاء كلهم فيهم سمات متشابهه. انت في الاول وفي الاخر محتاج تطور مهارات التواصل بتاعتك والاسلوب اللي بتبيع بيه عشان تقدر تقنعهم انهم ياخدوا اكشن معاك ويشتروا الحاجه اللي انت بتقدمها. في بحث عملوه في كتاب اسمه كتاب لمايكل اوليفر اسمه ناتشرال سيلينج في امريكا الشماليه. البحث ده بيقول ان هل تعلم ان
82% من البائعين ذات نفسهم اصلا مش بيبقوا مستريحين وهم بيستخدموا اساليب البيع التقليديه، وبيحسوا بعدم الامان لما حد يستخدمها عليهم برضه. انت متخيل؟ 82%. وبناء على السيرفي دي او الريسيرش ده 8 من كل 10 هتكلمهم مش بيحسوا بعدم الامان لما تستخدم عليهم اساليب البيع المشهوره واللي هنتكلم عنها في الفيديو ده النهارده، واللي هي الاساليب البيع التقليديه المشهوره يعني اللي الناس كلها بتحاول تشرحها، وللجوروز المشهورين واللي اساميهم في كل حته بيحاولوا يفهموها لك. وده لان اساليب البيع دي كلها ضد اي حاجه تعرفها عن بناء العلاقات او التواصل بشكل ايجابي مع عميلك، او انك تحقق تواصل ناجح مع عميلك من البدايه. تخيل انت رايح كده تتقدم لواحده، او انت جاي حد يتقدم لك، ولما تبدا تتكلم ما تتكلمش الا عن نفسك واللي انت بتحبه وكل اللي ممكن تقدمه في العلاقه، وما ركزتش على حاجه غير نفسك وغير الاجنده بتاعتك، وانك جست انك عايز تتجوزها وخلاص، او انك عايزها تتجوزك وخلاص. وقعدت تحاول عشان توافق عليك وبتاع طول الوقت، تفكر في رد فعلها هيبقى عامل ازاي. نسبه 99.9 من 10 هترفضك. خليني اسالك سؤال تاني، ليه البائع لسه بيبيع بنفس الاساليب اللي كانت شغاله في الثمانينات والتسعينات، مع ان العميل سلوكه الشرائي اتغير في الخمس سنين اللي فاتوا على الاقل؟ انا بتكلم 5 سنين اللي فاتوا على الاقل، مش ال 20 سنه اللي فاتوا، لان العميل اصلا سلوكه بيتغير كل دقيقه. والسبب تقريبا سهل قوي، وخليني اقول لك اهم واكبر سبب يعتبر ايه. شايف دول يعتبر اشهر الجورز اللي كانوا موجودين زمان واللي لسه الناس في الوطن العربي يعتبر في العالم بيتبعوا الكلام بتاعه. زيج زيجلر، توم هوبكنز، جو جيرارد وغيرهم، ودول يعتبر اكتر اشهر 5 كتب تم شرائها في العالم عن المبيعات. تعال خليني اسالك سؤال بقى، ايه متوسط عمر الجورز دول؟ ومعظمهم يعني معظمهم في السبعينات الثمانينات، وفي ناس منهم متوفوا. انا عايز ابقى واضح معاك جدا، الناس دي مش بقول انهم وحشين، الكلام اللي هم بيقولوه في معلومات فيهم كويسه وقيمه جدا، بس انا عايز اوريك ان نفس الناس دي بيحاولوا يستخدموا نظام المبيعات القديم عشان يعلموا الناس ازاي يبيعوا في وقتنا الحالي. ولازم نسال انفسنا يعني، الناس دي بدات تتعلم مبيعات امتى؟ يعني زيج زيجلر والجماعه دول بداوا يتعلموا مبيعات من امتى؟ هم بداوا يتعلموا تقريبا مبيعات في الستينات والسبعينات وهكذا. والسلوك الشرائي زي ما بقول لك للعميل اتغير تماما دلوقتي، وللاسف لسه الناس بتحاول تتعلم وتطبق نفس الكلام في زمن مختلف تماما. لسه الناس بتحاول تبيع بنفس الاسلوب القديم في العصر الحديث اللي احنا فيه دلوقتي. تعال ناخد كتاب جو جيرارد بتاع How to Sell Anything to Anybody. تمام. جو جيرارد بيقول على نفسه من اقوى رجال المبيعات في التاريخ، وكتابه باع اكتر من 2 مليون نسخه، وهو يعني ريكورد في جينيس ان هو اكتر واحد باع عربيات في سنه واحده في 1963 في الستينات. تعال اقول لك ايه اللي كان جو بيقوله في كتابه، واحد التكنيكس اللي كان بيستخدمها زمان في 1963. والكلام ده انا واخده تيبيكال مباشره من كتابه. اول حاجه كان بيقول، لو العميل قال لي ان هو كان في المصيف في مكان ما، انا كمان هقول له اني كنت في نفس المكان حتى لو انا عمري ما سمعت عنه. هم فاكرين انهم يعرفوا، ده جو بيقول على نفسه، هم فاكرين انهم يعرفوا عني كتير عشان انا عارف عنهم كتير. فلو قال انه رايح يوسيميت ناشونال بارك، انا كمان هقول اني كنت هناك، ده بارك في امريكا. لو قالوا لي انهم نزلوا يصطادوا في ميتشيغان، انا كمان هقول لهم اني عملت كده. فمن الاخر هو بيكتب ولسه لغايه دلوقتي بيحاول يعلم الناس ازاي يبيعوا بنفس الطريقه، مع ان اسلوب الشراء للعميل اختلف تمام. تعال اقول لك على تكنيك تاني من جو. لما يجي يتصل على حد كولد كول يعني حد كولد، حد انا ما اعرفوش، بتصل عليه لا يعرفه لا اعرفه ولا يعرفني، وانا جبت رقمه من تجميع الداتا زي ما معظم الناس بتعمل دلوقتي، وبكلمه عشان ابيع له حاجه. تمام. 3/4 السيلز في مصر شغالين كده، ومش في مصر بس كمان. يعني تجيب له لسته ارقام تليفونات باسم الشخص وعنوانه، وهو هيكلمه بالطريقه دي. انا هتكلم على اني جو. تمام. افتكر ان العميل ما يعرفش اي حاجه عن جو ولا عن شركته ولا طلب اي حاجه، وهو ما يعرفش اي حاجه عن العميل غير اسمه ورقم تليفونه وعنوانه. تمام. اهلا، معاك جو من شركه سين صاد عين. عايز اقول لك ان العربيه اللي طلبتيها جاهزه. العميل:
خلي بالك ان العميل ده كلارنس ده اسم العميله اللي انا بكلمها. العميل متهيألي الرقم اللي انت طلبته غلط، احنا ما طلبناش اي عربيات. هل انت متاكده؟ انا متاكده جدا، والا جوزي كان قال لي انه اشترى حاجه او طلب حاجه. دقيقه كده، هل ده بيت كلارنس جي كلوسكي؟ لا، العميل، لا انا جوزي اسمه ستيفن. طبعا هنا بدل ما جو يقفل التليفون لانه كلم حد في بيت مش بيته، او كلم حد خطأ بالغلط لانه ما يعرفش اصلا اي حاجه عن المكان الرئيسي بتاعتهم، وبس جاله عنوان، والعنوان بعد ما اتصل طلع غلط. يعني بدل ما جو يقفل ويمشي، هو عمل حاجه هنا، استناه يتكلم عشان يخدعها نوعا ما. والاجابه المعتاده هي هنا هي لا. خلاص انا اسف، انا عارف انك ان ده مش من البيت، انا هقفل وامشي. بس الكاتب مش عايز كده، هو خلاها بالشكل ده. جو بقى كاتب بيقول بس هو ده اللي انا عايزه. هي وقعت في الخدعه اللي انا عاملها. جو بيكمل وبيقول اوه انا اسف، انا عارف انك مشغوله جدا. هل انت لاي صدفه عندك نيه انك تشتري عربيه جديده؟ العميل، انا مش متاكده، بس تقدر تسال جوزي. جو، طيب انا امتى هقدر اتكلم مع جوزك؟ العميل، هو بيرجع من شغله الساعه 6. جو، تمام، هكلمك الساعه 6 واتمنى اني ما اكونش هسبب لكم اي ازعاج في الوقت ده، تمام؟ العميل، تمام. دلوقتي خلاص جو مش هيقدر يمثل تاني او يقترح سيناريوهات مش هتحصل، عشان خلاص اللي انت بتحاول تبيعه محدش محتاجه اصلا. بس تعال نكمل الحوار. جو الساعه 6. اهلا، معاك جو من شركه سين صادعين. انا اتكلمت مع مراتك النهارده الصبح وقالت لي اكلمكم دلوقتي في الوقت ده. كنت حابب اسالك، هل انت بصدد شراء عربيه او سياره جديده في الفتره اللي جايه ولا لا؟ العميل، لا مش دلوقتي خالص. جو، امتى تفتكر انك ممكن تبقى محتاج عربيه جديده؟ جو بيقول، جو هنا بيسال بقى يعني تكمله الكتاب. انا سالت السؤال ده مباشره وهو هيفكر ويديني اجابه، وممكن هو عايز يخلص مني وانا بسال السؤال ده. خلي بالك هنا في حوار، في حاجه هنا. جو نفسه لو خدت بالك مش مستريح وهو بيسال السؤال ده، وحاسس ان العميل عايز يقفل السكه في وشه. لك ان تتخيل ان هو بيستخدم الورد سيلز موديل وهو مش مستريح وبيدرسه للناس بالطريقه دي. على العموم خلينا نكمل. جو بيكمل وبيقول في الكتاب بتاعه بس لاي سبب كان، ممكن يكون العميل فعلا قاصد اللي هو بيقوله ومش عايز يخلص مني. الموضوع اسهل من اني اقعد احلم بميعاد معين هو عايز يشتري مني فيه. ده بين قوسين اقوى رجل مبيعات في العالم في التاريخ بيقول لي اي سبب كان ممكن كذا كذا، ما يعرفش. انت متخيل؟ عامه انت تقدر تفقس اي حد لو ركزت في اللغه اللي بيتكلم بيها. وباللغه هنا انا مش قصدي عربي ولا انجليزي، انا قصدي الكلمات اللي بيستخدمها عشان يعبر عن نفسه. في حد اسمه احسن رجل عالم، احسن رجل في العالم في المبيعات، يقول لك لاي سبب كان. يعني انت مش عارف السبب اللي عاملك بيقول له كده عشانه. المهم، خلينا نرجع للحوار بتاعنا. العميل هنا بيرد يقول متهيألي يعني ممكن احتاج واحده بعد 6 شهور من دلوقتي مثلا. جو، تمام، هكلمك كمان 6 شهور من دلوقتي. جو، بالمناسبه طيب، ايه العربيه اللي انت سايقها دلوقتي؟ جو بيكمل في كتابه بقى وبيقول دلوقتي هشكره واقفل بقى، وبعد كده يحط ريمايندر في الكالندر بتاعته انه هيكلمه كمان 6 شهور، ويروح عشان يكلم الشخص اللي بعديه في الليست بتاعت الاسماء اللي هو جابها من ايا كان المصدر بتاعها ايه. تمام؟ شفت المحادثه دي عامله ازاي؟ دلوقتي بقى خليني اسالك سؤال. هل تعتقد ان اساليب البيع دي خلت العميل يقلل ثقته في البائعين ولا لا؟ هل تعتقد ان العميل دلوقتي من حقه ان يبص على البائع انه شخص متلاعب وسلبي، وانه من حقه يدي اي اعتراض هو عايزه للناس دي عشان يخلص منهم ولا لا؟ اكيد اه. اكيد الاساليب دي اثرت في سلوك العميل وخلته يخاف من البائعين ويحس ان هم ناس عايزين يخدعوه. والمشكله ان جو لسه قاعد بيعلم الناس دي ازاي يبيعوا بنفس الطريقه اللي هو كان بيبيع بيها في الستينات. والمشكله الاكبر ان الناس بتدفع فلوس عشان تتعلم الحاجات اللي عمرها ما هتجيب لهم النتيجه اللي هم نفسهم فيها في المبيعات. وخليني اقول لك حاجه عن جو، اقوى رجل مبيعات في التاريخ. ها؟ جو ما باعش ولا عربيه من اول 1970، من اكتر من 40 سنه فاتوا. ما باعش ولا عربيه وقفل البيزنس بتاعه وبدا يعلم الناس ازاي يبيعوا.
التكنيكس بتاعته زي ما قلت لك كانت ممكن تشتغل زمان على ايامه، لكن دلوقتي مستحيل. دلوقتي خلينا نتكلم عن سيكولوجية البيع بالنظام الحديث. The psychology of the new model of selling. زي ما انت شايف في الخلفية هتلاقي سقراط ورا. سقراطيك ديالوج، مخترع المحادثة أو الشخص اللي أنشأ فكرة المحادثة الإيجابية ما بين اتنين وإزاي تقدر تستخدمها معاك في المبيعات. هل بتحس، خلينا أبدأ بسؤال، هل بتحس بعدم راحة أو الرفض لما الناس ترد عليك سلبيا وانت بتبيع؟ أنا عارف إن معظم الناس اللي بتحاول تبيع بيقابلها المشكلة دي. لما تتكلم مع الناس عن خدمتك، هل بتحس انك متعصب لانك مش عارف توصل قيمة خدمتك للعميل وعشان كده بتحبط من المكالمات؟ واخيرا لما تلاقي حد مهتم يشتري منك، هل بتخاف تطلب منه يدفع او يشتري او تتكلم معاه في السعر عشان ياخد معاك الخطوة؟ هل بتحس بعدم راحة انك تطلب فلوس قصاد الحاجة اللي انت بتقدمها كمقابل؟ الاحساس ده اللي بيخلي تقريبا كل الناس تستسلم وتسيب مجالها. طب ليه؟ تعال اقول لك. كل ده بيرجع للطريقة اللي انت بتتواصل بيها او الطريقة اللي انت حاسس انك المفروض تتواصل بيها مع عميلك. وللأسف نفس الطرق دي بيتم تدريسها مع معظم الشركات في العالم، او طريقة الاولد سيلز جوروز عن ازاي انت المفروض تكون بتبيع. خلينا اشرح لك طرق التواصل الاكثر اقناعا عاملة ازاي، وايه اصلا طرق التواصل المعتادة. في 3 اشكال في العموم من اشكال التواصل. الشكل الاول ده يعتبر اقل طريقة للاقناع في البيع، ودي الطريقة اللي بيشتغل بيها البيع بالنظام القديم اللي الجوروز القدام بيحاولوا يعلموها لك. احنا دايما اقل اقناعا لما نحاول نقول للناس اي حاجة، او انك تحاول تسيطر كلاميا لما تيجي تتكلم عن قصتك، او لما تبقى بتحاول تتكلم عن مميزات خدمتك او الكورس بتاعك. يعني لو قعدت تحلف من النهارده لبكره او من النهارده ل5 سنين قدام ان البروجرام بتاعك احسن بروجرام في الحياه وان خدمتك اقوى جوده في الحياه، العميل بتاعك عمره ما هيصدقك. وزي ما بقول لك ده الشكل الاول من اشكال المحادثه، ودي تعتبر اقل طريقه للاقناع في البيع. واخيرا لما تبقى بتفترض المبيع او ان العميل عايز يشتري منك اصلا، بتبقى اقل طريقه للاقناع في البيع. انك بتفترض المبيع، انت عايز تشتري النهارده ولا بكره؟ انت يلا بينا عشان نوقع دلوقتي. هو ما قالكش اصلا انه عايز يشتري. او مثلا انك تقول له عايز توقع هنا ولا توقع هنا، هو اصلا ما قالكش ان هو عايز يشتري عشان توقع معاك عقد. واخد بالك؟ فدي اقل طريقه للاقناع في البيع، ودي من اقل الطرق اصلا ايجابيه في المحادثه. ده الشكل الاول للمحادثه. الشكل الثاني، انت بتبقى اكتر اقناعا لما بتبقى بتتفاعل مع الطرف الاخر، لما تبقى بتحاول تستكشف منه او عنه في شكل محادثه او مناظره. يعني كمثال انا قاعد بتكلم عنك عن الحاجات اللي انت بتحبها او عن المشاكل اللي انت بتواجهها في البيزنس بتاعك. معظمكم لما انا كنت ببيع له قبل ما يشترك معايا هنا في سيلز كود، كنت بساله عن ايه المشاكل اللي حصلت معاه في البيزنس، ازاي هو قدر يتعامل معاها، ايه الحل اللي هو حاول يحله، بقاله قد ايه بيعاني من المشكله دي. كل دي اسئله عشان اقدر اعرف ازاي اولا انجيج معاك واتفاعل معاك في محادثه، ثانيا عشان اعرف اكون ببيع لك بشكل كويس وعشان تحس ان انا فعلا هنا عشان اساعدك واسمعك. الشكل الثالث، انت بتبقى في اقصى مراحل الاقناع لما تخلي الناس يقنعوا نفسهم بنفسهم من خلال المحادثه او الديالوج العادي، او زي ما بيقولوا السقراطيك ديالوج، المحادثه السقراطيه، المحادثه بطريقه عمنا سقراط. الفكره هنا انك انت من الحياه او في المعتاد اتعلمت تبيع ازاي، اتعلمت تتواصل ازاي من اشكال التواصل الثلاثه دول. بنسبه كبيره هتلاقيها بانك تحكي قصه او تفترض المبيع او تخلي عميلك يقول 3 مرات مثلا، وتساله السؤال الرابع اللي انت فعلا عايز يوافق عليه فاقول لك في المره الرابعه. كلها حاجات يعني تلاعبيه، مانيبيوليتيف، حاجات مانيبيوليتيف، حاجات تلاعبيه عشان تخليه يوافق. تمام؟ ده اسمه ترايل كلوز. او تخيروا مثلا ما بين حاجتين انت عايزهم وهو اصلا مش عايز الحاجتين دول. يعني حابب توقع في الورقه دي ولا في الورقه دي؟ حابب نتكلم بكره ولا بعده؟ هو اصلا مش حابب يتكلم.
او ما قالكش انه عايز يتكلم اساسا، ليه بتحط له اوبشنين انت عايزهم وهو مش عايز يقول فيهم؟ واخد بالك؟ كل ده يعتبر من اقل الطرق تاثيرا واقناعا على عميلك. وخليني اقول لك ان نسبه كبيره قوي من الناس لو سالتهم السؤال ده 99.9% هيقول لك ان هو بيبيع باول شكل. لك ان تتخيل ان كل الطرق اللي الناس بتحاول تعلمك ازاي تبيع بيها هي اصلا من اقل الاشكال اقناعا. دايما عشان تخش في الشكل الثالث لازم تبقى بتسال اسئله معينه، ومش بس اي اسئله، لازم تكون بتسال الاسئله الصح في الوقت الصح، والا انت هتخسر ومش هتعرف تتواصل ومش هتعرف تقنع اي حد انه يشتري منك اي حاجه اصلا. وطبقا للبيهيفيورال ساينس، علم السلوك، دي المحادثه تعتبر اقصى مراحل الاقناع في التواصل. وللاسف في سيلز موديل القديم هما بيدوك شويه اسئله كده تسالها، اسئله سطحيه مش هتقنع اي حد انه يعمل اي حاجه. ومعظم الناس واصحاب البيزنس اللي بيحاولوا يبيعوا برضه بنسبه كبيره مش بيسمعوا كويس للعملاء بتوعهم، وكل اللي همه ان هو يبدا يتكلم عن منتجه وخدمته ويبيعها وخلاص. والنتيجه هتبقى كالاتي: لما تحاول تقنعهم بالشكل الاول، بالطريقه الاولى او الاسلوب الاول من المحادثه، اولا يا اما هيحاول ينسحب منك ويتجاهلك تماما ومش هيحاول يرد عليك او يتعرض لك تاني. ثانيا هيديك اعتراضات غير واقعيه او سخيفه وهيحاول يقول لك اي كلام عشان يخلص منك. يعني هيقول لك انا مش مهتم والله، انا مثلا سيبني افكر، كلامك ممتاز، او انا مثلا عشان يخلص منك ولكن هدفع دلوقتي ويقفل معاك ويمشي. واخد بالك؟ فلازم تكون انت واعي، ولازم تحاول تتكلم بالشكل الثالث. وكده كده الاسبوع الرابع ده مصمم ان هو يساعدك انك تتكلم باقوى الاساليب اقناعا، وهديك كل الاسئله اللي هتسالها، وهقول لك تسمع ازاي، وهقول لك تتكلم ازاي، هتعرف كل الاساليب اللي انت محتاجها عشان تبقى بائع ما حصلش. طيب تعال بقى نتكلم عن يعني ايه محادثه. المحادثه هي وسيله مفتوحه للتواصل، وبتسمح لك انك تاخد الاجابات اللي انت محتاجها عن الشخص اللي انت بتتكلم معاه، عن مشاكله، عن احتياجاته، عن اهدافه. بس المحادثه للاسف فيها مشكله كبيره قوي بالنسبه لاي بائع، وتعال اقول لك هي ايه. لما عميلك فعلا يبقى نفسه يتكلم معاك ويحكي لك عن مشاكله وايه اللي هو محتاجه بالظبط وايه اللي هو نفسه فيه، مش ده فعلا حلم اي حد صاحب بيزنس او اي حد بيحاول يبيع خدمته؟ بس للاسف المحادثه فيها مشكله كبيره قوي بالنسبه لاي بائع. تعال اقول لك هي ايه. انها بتطلب منك انك تعمل حاجه 99% من البائعين مش بيعملوها ابدا، وهي انك تفصل نفسك عن توقعاتك في انك تعمل المبيع، وتركز اذا كان في مبيعه ممكن تتم من الاساس ولا لا. لانك لما تفصل وتبعد نفسك عن انك تعمل مبيعه اصلا، هيبقى التواصل مع عميلك اسهل بكتير. وده لان تركيزك كله هيبقى في معرفه اذا كان في مبيعه ممكن تتم ولا لا. هتركز في نوعيه الاسئله اللي هتسالها عشان تعرف تشوف اذا كان في مبيعه ممكن تتم ولا لا. هتركز في نوعيه الاسئله عشان تخلق محادثه، ومن اجابات عميلك هتعرف اذا كان هو جاد ولا لا، او محتاج الحاجه اللي انت بتبيعها فعلا ولا لا. وما تقلقش، انا في الاسبوع ده هعرفك كل اللي انت محتاج تعرفه حرفيا عن الاسئله اللي هتسالها، هترد ازاي، وتهندل الاعتراضات ازاي، وهديك سكريبت دقيق بنسبه 90%. يعني هتبقى في 90% من المحادثات اللي بتاخدها في المكالمات هتبقى عارف ايه اللي هيحصل، تبقى عارف ايه الرد فعل العميل هيبقى عامل ازاي، وهتبقى عارف ايه الخطوه اللي بعدها عشان تخلي عميلك يوصل للي انت عايزه في النهايه. وزي ما قلت لك 90% من البائعين مش بيعملوا كده. ولما ما يعملوش كده ويخسروا المبيعة، ايه اللي بيحصل؟ بيلوموا انفسهم. بيفتكروا بيفتكر ان هو وحش، ان البائع هو وحش، ان صاحب البيزنس وحش، او ان الخدمة بتاعته وحشة. يفتكر انه ما بيعرفش يبيع، وان البرودكت او الاوفر بتاعه حاجة وحشة ومش حلوة، عشان كده العميل بيرفضها. وفي الحقيقة هو مش كده، وده لانه ما فصلش نفسه عن النتيجة. اوعى تربط نتيجة المكالمة بيك. نتيجة المكالمة ملهاش علاقة بيك نهائيا، لأنك بتعرض عرض، والعرض
قابل للقبول او الرفض، بس نتيجة المكالمة ليها علاقة بالطريقة اللي انت بتسأل بيها الأسئلة، الطريقة اللي انت بتتواصل بيها، الطريقة اللي بتجاوب بيها على عميلك، التوناليتي بتاعتك. كل التفاصيل دي هي اللي بتخلي العميل يفتح لك قلبه، يقول لك معلومات اكتر عن نفسه. وانا في يعني خلينا نديك مثال برضه، انا في مكالمة عملتها مع احدهم قال لي انا قلت لك حاجات انا حرفيا ما قلتهاش لمراتي. مش ده تقريبا حلم كل بائع، ان عميله يثق فيه ويقول له على كل المشاكل اللي بتواجهه ويطلب منه اي فرصة عشان يحل المشكلة دي؟ العميل لما تفصل نفسك عن نيتك انك تبيع له وتركز على اذا كان في اصلا فرصه انك تعمل مبيع ولا لا، مش هيبص لك على انك بائع نهائيا، هيبص لك على انك حد فعلا عايز تساعده. هيطلب منك توجهه وهيطلب منك انك تقف جنبه. في النهايه بنسبه كبيره هيطلب منك الحل، والحل هو انه يشتري منك الاوفر بتاعك عشان يبدا يحل مشكلته. منافسينك عمرهم ما هيعرفوا السباق ده لانهم بيبيعوا زي ما 99% من الناس بتبيع، بيبيعوا بالاولد سيلز موديل اللي محدش بيبيع بيه دلوقتي. بيبيعوا بالاولد سيلز موديل، مش النظام اللي احنا بنبيع بيه دلوقتي. جرب تروح تشتري اي حاجه كده، هتلاقي البيع المعتاد، خلي عنك خالص، ده انا مروق عليك يا باشا، انا هظبط لك في السعر، احنا جوده وقيمه مقابل سعر، كلام يعني كلام كله مش هيزود اي نيه اصلا للشراء عندك عامه. العميل بالطريقه دي هيبص لك بصه تانية. العميل بطريقه البيع الجديده هيبص لك بصه تانية، زي ما قلت لك هيستغرب حتى من نوعيه المصطلحات والاسئله اللي انت بتسالها. يعني انا كنت بتكلم مع حد بقول له انت نفسك تحقق كام في خلال الست شهور الجايين؟ كان بيقول لي نفسك الله. انا ما حدش سالني السؤال ده قبل كده بالطريقه دي، ولذلك استريح لي وفتح لي وقال لي معلومات عنه وعن البيزنس بتاعه. تمام. خلي بالك لما تركز على نفسك وعلى نيتك انك تبيع، انت هتقلق وهيبقى عندك رهبه وهتنقل المشاعر دي لعميلك. ولما تركز على عميلك واللي هو بيدور عليه، انت مش هيبقى فيه قلق ولا رهبه، وهتنقل لعميلك مشاعر ثقه واهتمام انك عايز فعلا تساعده. والأحسن من كده إن المكالمة هتمشي بسلاسة، لأن خلاص أنت استريحت. الموضوع بقى محادثة فعليا، أنت بتسأل الشخص هو عايز إيه، هو بيقول لك هو محتاج إيه، وأنت بتساعده. الموضوع بسيط خالص، محادثة بسيطة خالص كأنك بتكلم واحد تعرفه. ونتيجة استخدام نظام البيع الحديث هتبقى كالآتي: أولا، عميلك هيتفق معاك بعقله الواعي واللاواعي إنهم عندهم القدرة إن هم فعلا يغيروا وضعهم الحالي. ثانيا، بدل ما تحاول تقنعهم بالاساليب القديمه وتضغط عليهم، هيقنعوا نفسهم بنفسهم وهيقفلوا نفسهم. يعني هيقنعوا نفسهم والمبيعات تتقفل، وهم اللي هيقنعوك ان هم محتاجين الخدمه بتاعتك فعليا. في بعض الاحيان هم مش هيبقوا عارفين الاجابه. افتكر دايما ان معظم الوقت عميلك عارف الاجابه عن هو عايز يعمل ايه دلوقتي عشان يوصل اللي هو عايزه، بس مش هيبقى عارف يوصل ازاي. هو هيبقى عارف هو عايز يوصل لفين، او في دماغه فكره معينه عن اللي هو عايز يعمله، بس مش عارف يوصل ازاي للي هو عايزه. فانت لما تماستر مهارة انك تسأل الاسئلة الصح في الوقت الصح، هتوصله لانه يقنع نفسه بنفسه. توصله ان هو هتوصله لان هو يقتنع لوحده باللي انت بتحاول تبيعه. واللي هيحصل ان العميل هو اللي هيحاول يوصل للحل، وهو اللي هيطلب منك السعر ويدفع عشان ياخد الحل ده، بدل ما انت تقعد تحاول وتقعد تستخدم تكنيكس وتضغط على عميلك عشان يسمع كلامك ويشتري منك. دلوقتي هنتكلم عن الفرق بين نظام البيع التقليدي ونظام البيع الحديث. اولا، البيع التقليدي زي ما انت شايف كده، دي زي بيراميد سكيم كده، بيبين لك يعني بيمثل المحادثه كامله في البيع التقليدي بتبقى عامله ازاي ومتقسمه ازاي. زي ما انت شايف تحت في 10% building trust rapport، ان انا بقى building rapport وتراست، ان انا ببني علاقه كويسه وببني ثقه ما بيني وما بين العميل بتاعي. 10% الثانيه ان انا بحدد احتياجاته. 50% بعرض المنتج بتاعي، و30% قاعد بتحايل عليه وبضغط عليه ان هو يشتري مني. ده البيراميد سكيم او المحادثه بتمشي ازاي ككل. تعال بقى نمسك حته حته كده مع بعض. اول اتنين تحت زي ما انت شايف 10% بس، 10% بس بناء ثقه وتواصل بشكل فعال، 10% بس.
تقعد بقى تسال اسئله كتيانه كده عشان تفتح معاه حوار وتكسر التلج. يعني تقعد بقى تتكلم عن الجو او اي حاجه وبتاع. خلي بالك ان انا مش بتكلم عن الحاجات، خلي بالك انا هنا بتكلم عن حاجات المفروض ما تعملهاش، ده البيع التقليدي. كمثال اخر، يعني ياخد باله مثلا انك لابس تيشيرت ابيض، يقعد يقول لك بقى قد ايه هو بيحب الهدوم اللي لونها ابيض عشان قال يعني يظهر ان انتوا شبه بعض وبتاع، وقد ايه انتوا متواصلين. وكل حاجات سطحيه مش هتعمل اي حاجه ولا هتضيف اي قيمه للعميل. بعد كده يخش على تحديد الاحتياج. نفس الكلام، سؤالين كده اي كلام يعني عشان بس يعرف ايه المشكله اللي بتواجهك وبتاع. يعني مثلا قول لي 3 مشاكل بتواجههم دلوقتي في شغلك وايه الحاجات اللي نفسك تحلها. سؤال منطقي يعني، والنتيجه ان الاجابه برضه هتبقى اجابه منطقيه من عميلك. وهقول لك ايه مشاكل، ايه مشكله في الاسئله المنطقيه والاجابات المنطقيه. المفروض اسئله المشاكل دي تخلي عميلك ياخد ناحيه عاطفيه. احنا هنتكلم عن الحاجات دي زي ما بقول لك قدام. عميلك مثلا يجاوب والله يقول لك احنا بنعمل كذا وكذا ومشاكلنا كذا ومش عارفين نوصل لكذا والكلام ده كله. اجابات برضه سطحيه من عميلك، انت ما عرفتش اي حاجه لسه. ما عرفتش تاثير المشكله دي ايه، ما عرفتش بقالها قد ايه، ما عرفتش ايه اللي خلاها اصلا مشكله بالنسبه لعميلك، ما عرفتش اي حاجه عميقه عن عميلك، ما لحقتش تتعمق معاه في اي حاجه. فزي ما بقول لك اسئله عامه هتجيب لك اجابات سطحيه ومش هتخلي عميلك يعوز يشتري منك حاجه برضه. وخليني اسالك سؤال، هل عميلك بيشتري بالمنطق ولا بالايموشنز والمشاعر؟ عميلك بيشتري بالمشاعر وبيعلل شرائه بالمنطق. يعني يبقى واحدة مثلا نفسها تشتري قط عشان هي بتحب القطط، مشاعر، وتعلل ده بانها تقول لك انها يعني عايزه تعمل روح للبيت وحركه كده لانها زهقت من القعده لوحدها مثلا. وبرضه ده احساس ايموشن، هي عايزه ونس، هي مش عايزه تقعد لوحدها، فهي اشترت عشان الايموشنز بتاعتها. نفس الكلام لما واحد يجي يشتري عربيه حلوه، هو بيشتريها عشان بتوصل، يقول لك انا بشتريها عشان هي بتوصل من 0 ل 100 في ثانيتين مثلا. ولا هو بيشتريها عشان يبان غني، يبان قوي، يبان احسن. فاحنا دايما بنشتري بالمشاعر وبنعلل ده بالمنطق. فالطريقه المعتاده بتاعت معظم الناس مفيش مشاعر محتويه المشاكل اللي هو قاعد بيحكيها لك دي. فكالمعتاد مفيش مبيعه هتتم. الطريقه المعتاده زي ما بقول لك ان انت تقعد تتكلم معاه، تساله اسئله منطقيه. والمعتاد برضه في الاخر ان هو مش هيقول لك اجابات تحرك اي حاجه من مشاعره. وفي النهايه ايه اللي هيحصل؟ مفيش مبيعه هتتم. بعد كده نخش على البرزنتيشن. هو اكبر جزء من البيع التقليدي. هو زي ما بقول لك البرزنتيشن او العرض. تتكلم بقى عن الاوفر بتاعك، الحاجه اللي انت هتبيعها، مميزاتها والفوائد اللي هتودع لعميلك وكل الكلام ده. تقعد بقى توريه صوره بقى من الشركه بتاعتك وفريق العمل وبلا بلا بلا، وبقالنا 2000 سنه في السوق وبنعمل كذا، واحنا ومش عارف ايه. ومفيش اي كلام عن عميلك. ودي الناس، ومفيش اي حاجه. تقعد بقى تقول له بقى ودي الناس اللي ساعدناها ومش عارف ايه، الشركات اللي اشتغلنا معاها، تستمونيالز بقى وبتاع وكل ده. كل ده انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن نفسك، انت بتتكلم عن المميزات اللي انت حاببها عن نفسك وعن الحاجه اللي انت بتبيعها. وبتقعد بقى تسالهم هم حابين انهي ميزه في الحاجات اللي انت بتقدمها من غير ما تعرف اصلا ايه مشكلتهم اساسا من الاول والكلام ده كله. بعد كده تخش بقى في القفل، انك تحاول تقفل المبيعه، الكلوزنج. تقعد بقى تسالهم كل الكلوزنج كويستشنز، يعني اسئله كده عشان تطلع الموافقه منهم. اسئله غالبا بتبقى مستفزه وبتكرر اللي بيتكلموا فيك. سؤال زي الاوبشن كلوز بيبقى كالاتي: تحب تبدا النهارده ولا بكره؟ هو قال لك ان هو عايز يبدا اصلا؟ هو ما قالكش كده اساسا. سؤال زي انت عايز نحط اسم مين في العقد، اسمك ولا اسم مراتك؟ ها ها ها. فالعميل يبدا يرمي عليك اعتراض وانت تحاول تهندله. يرمي عليك اعتراض تاني وانت تحاول تهندله. تسال كلوزنج كويشن تاني وتكنيك تاني، والتنيك رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغايه ما العميل حرفيا يقفل في وشك يعني. خدت بالك البيع التقليدي بيركز على مين بس؟ بيركز عليك انت، مش على العميل ونيتك انت في انك تعمل مبيع.
السؤال هنا بقى، هل انت بتبقى مستريح لما حد يبيع لك بالاسلوب ده؟ اكيد لا. هل هتبقى مستريح لما حد يجي يبيع لك ويبقى همه الوحيد ان هو يبيع لك وخلاص؟ اكيد لا. هتعمل ايه لما حد يقعد يقول لك عن المميزات والفوائد والفيتشرز والكلام ده كله من غير ما يفهم احتياجك؟ وش اكيد هترفع الحوائط الدفاعيه بتاعتك immediately وهترفض كل اللي هو بيقوله لك. نفس الفكره، هتلاقي عميلك بيعمل معاك نفس ردة الفعل لو انت بتبيع باسلوب البيع التقليدي. تعال بقى نبدأ نتكلم عن البيع الحديث بيبقى عامل ازاي. ده بيراميد سكيم تاني بيمثل المحادثة اللي بتتم والنسب اللي بيحصل فيها في البيع الحديث تبقى عامل ازاي. اولا 85% engagement building trust. 85% من المحادثة بتمثل ان انا ببني علاقة كويسة مع العميل بتاعي وتفاعل معاه تفاعل ايجابي. 10% بس برزنتيشن بتكلم عني وعن المنتج بتاعي، و5% بس كوميتمنت او كلوزنج ان انا باخد منه ان هو فعلا عايز يشتري. تمام. البيع الحديث دايما معروف بان المبيعه مش بتتم في الاخر، المبيعه بتتم في الانجيجمنت بروسيس، عمليه التفاعل اللي بتتم في بدايه المحادثه. تعال بقى نمسك الانجيجمنت بروسيس دي ونتكلم فيها. البيع الحديث دايما زي ما بقول لك معروف ان المبيعه مش بتتم في الاخر، بتتم في الانجيجمنت بروسيس. الانجيجمنت بروسيس دي هي عمليه الارتباط وبناء الثقه زي ما انت شايف في البيع الحديث، تمثل 85% من المحادثه، تقريبا تعتبر هي المبيعه اصلا. وخلينا اسالك سؤال بقى، احنا بنركز على مين هنا؟ ده الجزء اللي انت وعميلك بتعرفوا فيه هو ايه المشكله الفعليه بتاعته، وهو بيعاني منها ليه، وازاي انت هتقدر تساعده فيها. عامل زي كانك رايح تخطب او جايلك عريس، بتعملوا خطوبه وتقعدوا تعرفوا على بعض وهكذا. لاحظ كده ان البيع التقليدي مركز على مين؟ مركز عليك وعلى نيتك في انك تعمل المبيعه بس. والبيع الحديث مركز على مين؟ 85% مركز على مين؟ مركز على عميلك والعالم بتاعه ومشاكله وايه النتيجه اللي بيدور عليها وازاي انت هتقدر تساعده يحقق النتيجه دي. وفي خلال رحلتنا في الاسبوع الرابع هنا في سيلز كود انا بنيت لك سيستم هيساعدك تبيع باسلوب البيع الحديث ده، بنظام اسئله دقيقه جدا جدا هتخليك تقدر تتعمق كويس جدا مع عميلك وتخليه يفتح لك ويديك كل اللي عنده. من قوه الاسئله دي زي ما بقول لك، احد الاشخاص اللي كنت بكلمهم قال لي انا قلت لك حاجات ما قلتهاش لمراتي. من قوه الاسئله دي هتخلي عميلك يقول لك ايه المشاكل بتاعته اصلا، تاثيرها ايه، وازاي المشاكل دي اصابته بالفعل. كل ده هيقوله ليك ايموشنالي من المشاعر، من قوه الاسئله. هيقول لك مشاكله بطريقه شعوريه هتخليه يحس انك انت الوحيد اللي هتفهمه وانت الوحيد اللي هتقدر تحل له مشاكله. ودايما افتكر لما هما بيقولوا لك المشاكل دي، هما بيقولوها لمين اصلا؟ هما بيقولوها لنفسهم. اسئلتك هتخليه يعترف لنفسه انه فعلا بيعاني من مشكلته وانه فعلا محتاج مساعده فيها. وايه المقنع اكتر، انك تقول لهم ايه مشاكلهم وليه لازم يشتروا منك، ولا انك تخليهم هم يقولوا لنفسهم ايه مشكلتهم وليه لازم يشتروا منك اصلا؟ متهيألي انت عارف الاجابه دلوقتي. ففي الانجيجمنت فيز اللي احنا فيها دلوقتي، عميلك هيفتح لك، هيقول لك مشاكله، وهيعترف لنفسه انه بيعاني من المشاكل دي، وانك انت اللي هتقدر تساعده لانك اكتر واحد فاهم هو بيعاني من ايه، وايه تاثير المشاكل وايه تاثير ده على حياته. طب نتيجه ده ايه؟ اولا حاجتين. اولا ده هيعرفك عميلك محتاج ايه فعليا من الاوفر بتاعك والحل اللي انت بتقدمه، فانت مش هتحتاج تخمن تاني. ثانيا ده هيخليك تعرف تقول له ايه لما تبقى بتقدم الحل بتاعك ليه في المكالمه. تعال بقى نتكلم عن ال 10% بتوع البرزنتيشن. ركز كده، في البيع الحديث البرزنتيشن بتاعتك او المرحله اللي انت بتتكلم فيها عن الحل اللي انت بتقدمه بتمثل 10% بس. انت بس هتاخد الاجابات والمشاكل اللي هم ادوها لك من الانجيجمنت فيز وتقول لهم ازاي الاوفر بتاعك هيحلها في البرزنتيشن بتاعتك. الفرق بين البيع الحديث والبيع التقليدي فرق رهيب. البيع التقليدي حرفيا كانك معاك جردل فيه طين وبتحاول ترميها على الحيطه على امل ان في حاجه منه هتلزق في الحيطه.
انت بتجرب اي حاجه يمكن تيجي معاك، انت بتخمن حرفيا، انت بترمي مميزات وفوائد لعميلك وبتخمن اذا كان هيشتري منك ولا لا. انت ما عندكش اي فكره لانك ما بتسالش اسئله محدده عشان تتعمق معاهم وتعرف المشكله الرئيسيه فين. انما البيع الحديث انت عارف كويس قوي انهي طينه هتلزق في الحيطه، انت عارف كويس قوي انهي طينه بالظبط اللي هترميها على انهي حيطه عشان تلزق، وفي الواقع عميلك هو اللي هيبقى بيقول لك اصلا انهي نوع طين بالظبط هو اللي هيلزق من الاسئله اللي انت بتسالها. واخيرا 5% بس من المحادثه في البيع الحديث تعبر عن الكلوزنج. 5% بس. في البيع التقليدي يمثل 30%. هتسال كام كلوزنج كويشن كده خفاف ما فيهمش اي ريزيستنس او مقاومه من ناحيتك ولا من ناحيه العميل حتى. دلوقتي هتحس ان كل المقاومه اللي كنت بتواجهها في البيع التقليدي والقلق اللي كنت بتحس بيه وانت بتجرب اساليب مختلفه عشان تطلع فلوس من عميلك اختفت تماما. هتوصل للمرحله دي بشكل معتاد وطبيعي جدا، لان عميلك هو اللي هيبقى عنده فضول يعمل ايه عشان يشتري. وخليني اقول لك ان نظره عميلك هتتغير مش 360 درجه بس، هتتغير مليون درجه. مش هتبقى بياع رخم تاني، هتبقى ذو الخبره والمصداقيه في عينين عميلك، تبقى ذو الخبره والمصداقيه في مجالك ككل. هتجذب الناس ليك زي المغناطيس حرفيا بطريقه انت عمرك ما شفتها في حياتك. وخليني اقول لك ان الموضوع ده انترستنج جدا، لان المحادثه اصلا هتتم بشكل عادي خالص كانكم اتنين صحاب بيتكلموا. ده فيديو النهارده. في الفيديو الجاي هنبدا نشرح في السيلز بروسيس ككل من فوق، ايه اللي هيتم وازاي نمشي المكالمه والمراحل بتاعتها كل ده. استعد عشان الفيديوز اللي جايه هتتعلم ازاي تبيع كانك فعلا حد قلبه على العميل بتاعه مش كانك بياع. واخيرا خليني انهي الفيديو ده بالكوت ده: الطريقه اللي بتبيع بيها مهمه، النهج اللي تمشي عليه في البيع مهم، لكن احساس عميلك وانت بتكلمه هو اهم حاجه في المبيع.